يا دكتور الفرشه الكهربائيه والوتر فلوسر يستحقوا كام من 10 ولا احنا بنصرف فلوسنا في الارض؟ الفرشه الكهربائيه 9 من 10 لانها طبعا بتشيل بلاك اكتر من الفرشه العاديه وبتساعد ناس كتير ان هم ينظفوا اسنانهم بكفاءه عاليه. اما الوتر فلوسر فانا برايي شخصي بديله 6 من 10. هو كويس لتنظيف الفراغات بين التقويم والتركيبات لكنه مش بيشيل طبقه البلاك بنفس كفاءه خيط الاسنان التقليدي، وطبعا مش بيغنوا عن جلسات تنظيف الجير في العياده. وده طبعا يوصلنا لنقطه مهمه، الاداه لوحدها ما تعملش فرق لكن طريقه استخدامها هي اللي بتحقق الفرق ده. الفرشه الكهربائيه مثلا ما ينفعش تتحرك على الاسنان زي الفرشه العاديه، الصح ان هي تتحط على كل سن بزاويه 45 درجه عند خط اللثه وتسيبها ثانيتين او ثلاثه وبعدها تتنقل للسنه اللي بعدها. والوتر فلوسر لازم يتظبط على مود المناسب ليك علشان يحقق لك النتيجه المطلوبه. يعني يا دكتور نشتريه طيب ولا نوفر فلوسنا؟ لو هتشتريها لمجرد ان هي ترند فانت وفر فلوسك، اما لو هتتعلم تستخدمها بالطريقه الصح فهي تستحق. ولو انت مش متاكد ان انت هتستخدم الادوات الالكترونيه صح فالفرشه العاديه وخيط الاسنان التقليدي هم الاختيار الافضل، لان مع الاستخدام الخاطئ ممكن تضر اللثه او الاسنان بدل ما تفيدها. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.